السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا جميعا بألف خير. بإذن الله في سيكشن النهاردة هناخد مع بعض الماستر سلايد، الشريحة الرئيسية بتاعتي. من خلال الماستر سلايد أقدر إن أنا أضيف أي حاجة فيها، أي أوبجكت معين عايزة أكرره في كل السلايدات بعد كده. يعني أي حاجة هنضيفها في الماستر سلايد هتتكرر معايا في السلايدات ككل. طب هل ينفع استثني سلايد معينة من الحاجة اللي متطبقة في الماستر سلايد؟ قال لي ينفع ان انا اجي على سلايد معينة لا مش عايزاها تظهر فيها الحاجة اللي ظاهرة في الماستر سلايد. كمان اقدر ان انا اخلي باك جراوند، يعني اقدر ان انا اعمل خلفية للماستر سلايد وتطبق على كل السلايدات، وهكذا اقدر ان انا استثني سلايد معينة من الباك جراوند الخاصة بالماستر سلايد. تعالوا نعرف الحاجات دي مع بعض. انا واقفة على سلايد فارغة تماما، هضغط على ماستر سلايد من التاب بروبرتيز. كده انا دخلت في الماستر سلايد فيو. اي حاجة انا دلوقتي هعملها هقدر ان انا اطبقها على باقي السلايدات. ممكن ان انا احط شيب معين بالشكل ده، اقدر ان انا اغير اللون بتاعه، اقدر ان انا ممكن اعمله بدون بوردر تماما. كمان اقدر ان انا اضيف شعار مثلا الجامعة علشان يتكرر معايا في كل السلايدات من ميديا ايمج شعار. طب زي ما احنا شايفين كده شعار الجامعة جه كبير جدا، هقعد ان انا احاول ان انا اصغر فيه، يعني هاخد وقت كبير. قال لي ممكن انك انتي تقفي بس على الصورة بتاعتك وتضغطي على الصورة، هيظهر معاكي التاب الخاص بالصورة، تاب البروبرتيز الخاص بالصورة، وتضغطي على fit to stage. fit to stage هيصغرها لك على مساحة العمل وتقدري تتحكمي فيها بالحجم المناسب ليكي. نقدر نرجع دي مكانها، يبقى fit to stage بتحطي لي الصورة الكبيرة اللي نزلت معايا كبيرة، بتحطها لي على مساحة العمل على قد الهايت الارتفاع بتاع مساحة العمل. هبتدي ان انا احط الشعار في المكان اللي انا عايزاه. ده كده انا عملت اوبجكت معين، حطيت شيب وحطيت ايمج، حطيت صورة. طب اقدر كمان ان انا اخلي الباك جراوند بتاعتي، الباك جراوند من هنا من الباك جراوند كاستم، وابتدي ان انا اختار اللون اللي انا عايزاه في الباك جراوند. زي مثلا ممكن نخليها بالشكل ده. طب ايه الحاجات اللي ظاهره معايا في الجنب؟ بيقول لي هنا دي سلايدات جاهزه اقدر ان انا استعين بيها. بيقول لي دي السلايد اللي هي التايتل اللي بيبقى نازله لي اول سلايد، بتنزل معايا اول ما بفتح اي بروجكت، اللي هي بمجرد بس ان انا اقدر ان انا اكتب العنوان في المكان ده، او ان انا ممكن احددها واحذفها واخلي السلايد بتاعتي بلانك. دي التايتل. السلايد التانية اللي هي البلانك، السلايد اللي هي الفارغة تماما. طب انا شفتي لما ضغطت على السلايد البلانك اختفى معايا الحاجة اللي انا حطاها هنا. يعني معناها ان انا اي سلايد هضيفها، اي بلانك سلايد هضيفها من بره، اي بلانك سلايد هضيفها من بره مش هيتطبق عليها الشغل بتاع الماستر سلايد. طب لو انا عايزاه يتطبق عليها، نحط علامة الصح قدام show main master slide object. يعني ايه؟ يعني تظهر معايا الاوبجكت اللي انا حطاها على الماستر سلايد على على البلانك سلايد. طب نخلي بالنا ان اي بلانك سلايد انا هحطها طالما منشطه علامه الصح قدام شو هتظهر معايا الحاجه اللي انا حطاها في الماستر سلايد. نخلي بالنا كمان ان هو هنا قايل لي ان الماستر سلايد هتطبق على الكويز. اي كويز انا هحطه بيتطبق عليه بالشكل ده، محطوط عليها الباك جراوند زائد محطوط الشيب اللي انا عاملاه والصوره على كله. طب لو انا عايزه الكويز اللي انا بحطه ما يتطبقش عليه، اشيل علامه الصح من قدام
من show main master slide object. مش عايزاها برضو تتطبق على الكويز ده اروح شايله علامه الصح، عايزاها تتطبق احط علامه الايه، علامه الصح. تعالوا بقى نخرج من الماستر سلايد. بخرج منها ازاي؟ يا اما من اكزيت ماستر، يا اما ان انا ارجع للفيلم ستريب الفيلم ستريب فيو، ان انا برجع للايه، الجزء الخاص بالشرائح مره اخرى. تاني ممكن اضغط على اكزيت ماستر بيرجعني للايه، للستيج، لمساحه العمل بتاعتي. تعالوا نضيف اي بلانك سلايد هتنزل بهذا الشكل. طب ما تطبقش عليها الباك جراوند، هنا بقى بيقول لي في الباك جراوند الخاصه بالسلايد اللي انا واقفه عليها، بيقول لي هنا متطبق عليها ايه؟ متطبق عليها البروجكت باك جراوند، طب لا انا عايزه يتطبق عليها الماستر سلايد. اول ما اضغط عليها يتطبق معايا الباك جراوند اللي انا كنت مطبقاها للماستر سلايد. لا انا السلايد دي بالذات عايزه اطبق عليها باك جراوند مختلف، يبقى من كاستم واختار اللون الايه المناسب للسلايد بتاعتي. تمام كده. طب نخلي بالنا ان انا لو انا حاولت ان انا اشيل الحاجات دي، احذف الشيب ده، مش هعرف احذف الصوره دي، مش هعرف. ليه؟ لانها جوه الماستر سلايد. طب لو انا عايزه احذفها لازم ادخل جوه الماستر سلايد، واشيل علامه الصح من قدام من قدام البلانك، اشيل علامه الصح من قدام البلانك علشان اي حاجه انزلها ما يتطبقش عليها، اي بلانك سلايد انزلها ما يتطبقش عليها الماستر سلايد غير السلايد اللي انا عايزاها فقط. ونرجع تاني لجزء الشرائح، فيلم ستريب فيو، اتشال من على البلانك سلايد اللي انا حطيتها الجزء الايه، الجزء الخاص بالماستر سلايد. تعالي نضيف بلانك سلايد تاني، هتنزل عاديه خالص. حبيت ان انا اطبق عليها الباك جراوند بتاعت الماستر سلايد اطبقها، حبيت ان انا اطبق عليها لون مختلف اطبقها من كاستم. طب حبيت بقى ان انا اطبق عليها الاوبجكت الخاص بالماستر سلايد، اعمل ايه؟ قال لي اضغطي على السهم الصغير اللي جنب الماستر سلايد واضغطي على تايتل، هتنزل لك الايه، الجزء الخاص بالماستر سلايد بتاعك. وقفي على الدبل كليك اللي هي التايتل الخاص بالعنوان واحذفيها، تبقى كده معاكي السلايد دي قدرتي ان انت تطبقي عليها الماستر سلايد. السلايد دي قدرتي ان انت تحذفي من عليها الماستر سلايد وتحطي انت باك جراوند خاصه بيكي. ده برضو ممكن ان انا اقدر احط باك جراوند خاصه بيا، او ان انا ممكن ان انا احط الباك جراوند الخاصه بالماستر سلايد. يا رب تكون واضحه بالنسبه لكم. دي لو انا حابه ان انا اكرر نفس الموجود عندي في الماستر سلايد في اي سلايد تانية. ونخلي بالنا ان انا لو عملت اي كويز دلوقتي، لو نزلت مثلا الكويشن سلايد، اي كويز نزلته هينزل مباشرة متطبق عليه اللي هي الايه، الماستر سلايد، متطبق عليه الماستر سلايد. طب لو انا عايزة اشيل الماستر سلايد من على الكويز، هرجع تاني للماستر سلايد فيو واجي عند الشرائح الخاصة بالكويز واشيل علامة الصح من قدام show main master slide object. تاني السؤال دوت، وابتدي ان انا اشيل علامة الصح من قدامه عشان ما تظهرش معايا ايه بره، وارجع للفيلم ستريب فيو هلاقي الايه، الماستر سلايد بتاعتي اتشالت من على الكويز. اي بلانك هحطها هتنزل عادية، عايزة اطبق عليها بطبق عليها من الايه، من التايتل، واقدر ان انا احط الباك جراوند بتاعت الماستر سلايد من ماستر سلايد باك جراوند. ده كده لو انا عايزه اضيف حاجه في الماستر سلايد واطبقها على باقي السلايدات، او لو في سلايد معينه مش عايزه اطبق عليها الماستر سلايد. ممكن نفتح البرمجيه بتاعتنا ونشوف نقدر نطبق الكلام دوت عليها ازاي. يعني لو انا عايزه اضيف شعار الجامعه في البرمجيه بتاعتي واثبته في كله، هاجي هنا عند السلايد الاولى بتاعتي اخليها ماستر سلايد بالنسبه لي. طب هي دلوقتي
الماستر سلايد بتاعتي فاضيه، يعني انا مش حاطه حاجه في الماستر سلايد ومثبتاها في كل السلايدات. هاجي احط مثلا الشعار بتاع الجامعه، هينزل طبعا كبير جدا معايا. هضغط على fit to stage، هصغرها على قد مساحه العمل، وابتدي ان انا اقف على الصوره واصغرها بالحجم اللي انا محتاجاه واحطها في المكان اللي انا عايزاه. هنا الشعار ده هيتطبق على ايه؟ هيتطبق على كله، على كل السلايدات اللي انا هنزلها ما عدا البلانك. عايزاها تتطبق على البلانك هحط علامه الصح من قدام ايه؟ قدام شو. مش عايزاها تتطبق دلوقتي وعايزاها تتطبق من بره عادي. طب نرجع تاني للفيلم ستريب فيو. عندي هنا مفيش حاجه ظهرت، عندي الجزء ده كله، السلايدات دي كلها مفيش حاجه ظهرت فيها. امال ظهرت فين؟ ظهرت عندي في الكويز، ظهرت عندي في الكويز. كل الكويزات، كل الاختبارات ظهر فيها الشعار بتاعي، ظهر في كل الكويز هنا. طب الجزء ده ليه ما ظهرش فيه؟ قال لي علشان انت حاطه فيه، يعني كده في السلايد الاولى انت حاطه شيب، الشيب ده مغطي على الايه؟ مغطي على الماستر سلايد، مغطي على الماستر سلايد. طب وليكن انا عايزه الشيب دوت، عايزه الشيب ده اكرره في كل الايه؟ في كل السلايدات. ممكن اخده كنترول سي واحذفه هنا من السلايد دي، واروح عند الماستر سلايد، هدخل في الماستر سلايد، هعمل كنترول في. ده كده معناها ان الشيب دوت هيتكرر معايا في السلايدات كلها. طبعا دي كلها مجموعة افكار، والناس تشوف الحاجة اللي احنا محتاجين نطبقها. طب هو اختفى وراها، اختفى وراها. قال لي عندك حاجة من ويندو اسمها الالاين، خاصة بالمحاذاة. هنا عندي ده الجزء الخاص بالمحاذاة. عندي الجزء ده بيقول لي هنا bring select object forward، يعني ان هو يطلعه لقدام. طب هنا بيرجعه لايه؟ backward. طب هنا الجزء دوت لو انا عندي اكتر من object على بعض، يعني هنا انا بتعامل مع 2 object بس، يا اطلعه لقدام او ارجعه لورا. طب هنا انا عندي اكتر من object على بعض، اكتر من 2، ابتدي ان انا استخدم الجزء الخاص بيه bring select object، يعني الجزء المتحدد عندي يطلع فيه الفرونت في المقدمة، لا الجزء المتحدد عندي يرجع behind، يرجع لي الخلف. تمام، انا كده خليته يظهر فوق الايه؟ فوق الشيب. نعمل اكس ماستر، ظهر معايا على الشيب ده. طبعا هو هنا مش هيظهر، فممكن احذف انا الشيب اللي مغطي عليهم، يظهر معايا الشيب دوت ويظهر معايا الشعار. هاجي في الجزء ده برضو اقف على الشيب دوت واعمل ديليت عشان يظهر معايا الموجود عندي فيه الماستر سلايد اللي هو الشيب والايه؟ والشعار. يا رب تكون الفكرة واضحة. ان انا بالنسبة لي لو عايزة اكرر اي حاجة في كل السلايدات اختارها من ماستر سلايد. طب عايزة سلايد معينة ما طبقش فيها الماستر سلايد، بختار ان هي تبقى ايه؟ بلانك، ما يبقاش فيها الماستر سلايد. عايزة ارجعه تاني، ارجعها بالتايتل واحذف الجزء اللي بيتضاف معايا جديد. ده كده بالنسبة للجزء الخاص بالماستر سلايد. تاني حاجة هناخدها النهاردة مع بعض ان شاء الله، ازاي ان انا اقدر، والسؤال ده كان في حد سأله منكم في السكشن، ازاي ان انا اقدر احول اي صورة لباتون معين. ازاي الصورة اخليها باتون؟ يعني انا رحت مثلا نزلت صورة خاصة خاصة بالهوم، بالصفحة الرئيسية، وعايزة ان انا اخلي الصورة بتاعت الصفحة الرئيسية دي بالنسبة لي باتون، لما اضغط عليه ارجع للصفحة الرئيسية. جبت مثلا صورة خاصة بعلامة الاكس اللي هي علامة الاكزit، علامة الخروج، وعايزة لما اضغط عليها افعل الباتون او الاكشن الخاص بالخروج، الاكزit. اعمل ده ازاي؟ تعالوا نضيف سلايد جديدة في الاخر ونطبق عليها. هقف في السلايد رقم 22 واعمل بلانك سلايد. قال لي اول حاجة نزلي الصورة اللي انتي عايزة تحوليها لباتون من ميديا ايمج، وحط الصورة بتاعتي اللي هي زر الصفحة الرئيسية.
وابتدي ان انا اصغره على قد الايه المساحة اللي انا عايزاها، وابتدي ان انا ارسم شيب. الفكرة ان انا هبتدي ان انا ادخل الصورة دي جوه الشيب ده، واخلي الشيب نفسه هو اللي يتحول لبطن. تاني، انا نزلت الصورة اللي انا عايزاها، الصورة اللي انا عايزة احولها لبطن، وجبت رسمت شيب يتناسب مع الباتون ده. يعني ممكن لو الصورة دي في شكل مثلا مربع او مستطيل، ابتدي ان انا ارسم شيب يتناسب مع الصورة دي. انا رسمت شيب يتناسب مع مع الصورة اللي انا منزلها، الدايرة. قال لي هنا طب انا هحاول ان انا اخلي الشيب دوت الحجم بتاعه نفس الحجم بتاع الصورة، قال لي ان انا عندي امر حلو جدا موجود عندي في الالاين اللي انا لسه ظاهراها من الويندو، الجزء اللي انا ظهرته من هنا. طب ليه كل الاوامر دي كلها مش متفعلة؟ قال لي لانها مش هتتفعل غير لما تحددي الجزء اللي انت عايزاه. الاول حاجة انا عايزة الصورة انا حددتها، ضغطت عليها كليك واحدة، هضغط على مفتاح كنترول عشان احدد الشكل. اول ما حددت الصورة والشكل اتفعل معايا الاوامر اللي فوق الخاصة بالالاين، الخاصة بالمحاذاة. انا دلوقتي عايزة ايه؟ عايزة ان الحجم بتاع الشيب ده يبقى نفس الحجم بتاع الصورة، عشان اقدر ان انا ادخل الصورة جوه الشيب. بيقول لي في امر هنا عندك اسمه resize to the same height. يعني ايه؟ يعني الحاجة التانية اللي انا محدداها تاخد نفس الهايت، تاخد نفس ارتفاع الحاجة الاوبجكت الاولاني اللي انا محدداه. طب الامر التاني resize to the same width، ان الاوبجكت التاني ياخد نفس العرض بتاع الاوبجكت الاولاني. طب الامر التالت resize the same size، تاخد بقى نفس الحجم سواء طول او عرض، تاخد نفس الحجم. طب الامر الرابع align، المحاذاة، ان هي تاخد نفس المحاذاة بتاع الاوبجكت الاولاني اللي متحدد، زائد كمان انها تاخد نفس الحجم بالظبط بتاع الجزء الاولاني. تعالوا نطبق مع بعض. هنا هتاخد نفس الهايت، نفس الطول. هنا نرجع كنترول زد عشان نطبق التاني. هنا هتاخد نفس العرض، كنترول زد. هنا هتاخد نفس السايز، نفس الحجم بالظبط، كنترول زد. هنا هتاخد نفس المحاذاة ونفس السايز، نفس المحاذاة يعني راحت على نفس المكان بتاعها ونفس السايز، كنترول مع حرف الزد. انا محتاجة ايه؟ محتاجة ان انا اطبق resize the same size، نفس الحجم بالظبط. تمام كده. بعد كده هفك التحديد، يعني هضغط كليك بره علشان ارجع احدد بس الشيب بس. الشيب دوت هعمله ايه بقى عشان ادخل الصورة جوه؟ قال لي هنا من التعبئة هختار image fill، ان انا اعبيه بصورة، ومن الفيل هختار custom image، صورة معينة. هضغط على الفولدر الاصفر ده علشان احط جوه الشيب ده صورة، هختاره. بما ان انا كده كنت منزلاه في اللايبراري عندي، اي صورة او اي اوديو انا بنزله على الستيج على مساحة العمل تلقائي بيروح لللايبراري، بيروح للمكتبة. فانا عندي هنا الزر بتاع الصفحة الرئيسية واضغط على اوكي. اول ما ضغطت على اوكي جاب لي الشاشة دي احنا جينا لها قبل كده، اللي هي الايديت ايمج، اللي هي ان انا اعمل تحرير للصورة او اعمل عليها اي تعديل. ممكن انا اعمل تعديل مثلا الكروب، بما ان انا الصورة كنت منزلاها JPG مش منزلاها PNG، فممكن اقص الجزء الابيض اللي انا مش محتاجاه من بره، انا عايزة الجزء ده بس. بعد ما الجزء اللي متفعل معايا دوت او اللون بتاعه ظاهر، ده اللي هيفضل معايا. الجزء اللي بره ده هو اللي هيتقص، هو اللي هيتشيل، واضغط على اوكي. كده ظهر معايا الشيب، ظهر معايا الصورة داخل الشيب. طب هنضغط على فيل تاني علشان الصورة مش ظاهرة كاملة، معايا كاملة.
لان متفعل معايا هنا امر اسمه التايل، امر متفعل قدامه علامة صح اسمه التايل. يعني ايه تايل؟ يعني هيظهر لي جزء من الصورة. لو شلت علامة الصح من قدام التايل هتظهر لي الصورة كاملة، تظهر لي الصورة كاملة. طب امال التايل دي مقصود بيها ايه؟ لو انا فعلتها، شوف، لو انا شلت علامة الصح من قدام تايل بيفعل لي الستريتش، ولو انا شلت علامة الصح من قدام ستريتش اقدر ان انا افعل التايل. يبقى حاجة واحدة بس اللي بتتفعل معايا، يا اما التايل يعني انا اظهر جنب او جزء بس من الصورة. طب انا لو فعلت التايل دلوقتي بيقول لي اختاري الجزء اللي انت عايزاه يظهر، الجنب اللي انت عايزاه يظهر من الصورة. الجزء الاسفل بس هو اللي يظهر، ده الجزء الاسفل، ولا عايزاه يظهر الجزء الاسفل الشمال، الجزء الاسفل اليمين، وهكذا. دي كلها الجنب معين بس من الصورة اللي انا عايزاه يظهر. ده لو فعلت امر التايل. طب لو انا ما فعلتوش خالص يبقى الصورة كلها هتظهر. تمام كده؟ طب امر الاسترتش هو اتفعل معايا تلقائي. معناها ايه؟ معناها ان انا وانا شفته بكبر الشيب وبصغره، الصورة معايا كاملة بتكبر وبتصغر معايا. طب لو شلت علامة الصح من قدام استرتش معناها ايه؟ معناها ان انا كل ما اكبر كل ما بحصل على الصورة اكتر، كل ما بعمل امتداد للصورة. ده لو انا شلت علامة الصح من قدام ستريتش. طبعا انا مش محتاجة الجزء ده، فهرجع اعلم علامة الصح من قدام ستريتش عشان تبقى ظاهرة معايا بالشكل ده. ده كده ان انا عملت الصورة في شكل، عملت الصورة في شكل شيب، عملت الصورة في شكل شيب. لسه دلوقتي ان هو ما تحولش البطن، لسه ما تحولش البطن. اقدر احوله البطن ازاي؟ use as button، وابتدي ان انا اربطه بالاكشن المعين اللي انا عايزاه. طبعا ده عايزاه لما اضغط عليه يوصلني للصفحة الرئيسية مثلا الموجودة في السلايد الاولى، jump to slide number السلايد رقم 1. لو عملت مثلا from this slide، طب نخلي بالنا هنا ان وانا جاية الماوس عليه عمل رول اوفر. طب اقدر ان انا اغير الرول اوفر دي ازاي؟ نعمل اكزit. انا عندي طبعا دي الشيب ده الباتون بتاعي دلوقتي. اقدر ان انا اعمل له رول اوفر منين؟ احنا قلناها السكشن اللي فاتت من ستيت فيو. من الستيت فيو بقدر ان انا ادخل جوه الشيب نفسه، بيديني ان هو ليه رول اوفر وليه الداون بتاعته. لما الماوس يمر عليه يبقى شكله عامل ازاي، والداون الكليك نفسها تبقى ايه اللي يظهر معايا. اقدر ان انا اغير من هنا، يعني اقدر اقف على رول اوفر واقدر ان انا اغير من الجزء الخاص بالبروبرتيز. بس انا قلتها السكشن اللي فاتت، فهقول طريقه جديده النهارده. فهعمل اكزيت ستيت واخرج من الستيت ككل. ممكن من هنا من الاوبجكت ستيت بقى، من الاوبجكت ستيت لو ضغطت على السهم الصغير ده بيقول لي ده النورمال، ده الطبيعي بتاعه. ده لما اضغط على رول اوفر هيبقى شكله عامل كده، واعدل من بره بدل ما ادخل من الستيت فيو. او لما يبقى داون هيبقى شكله عامل كده. طب انا هقف على رول اوفر واجي عند الفيل، اختارها ايمج فيل، هتتعبى بنفس الصورة. طب نفس الصورة انا مش عايزاها نفس اللون، انا عايزه اغير اللون. قال لي ممكن اروح على الايديت ايمج. اروح لها منين؟ من القلم الصغير ده. اول ما بضغط على القلم الصغير بدخل على الايديت ايمج. ممكن اغير اللون من هنا، غيره من الهيو سي مثلا، خليه لما اعمل رول اوفر عليه يبقى باللون الازرق واعمل اوكي. ده كده هيبقى لونه لما اعمل رول اوفر. يبقى ده شكله في النورمال لونه اخضر، شكله في رول اوفر باللون الازرق، شكله في الداون وانا بعمل الكليك. اختار هنا الايمج فيل واختار هنا الايديت من الهيو، ممكن نختار لونها مثلا احمر. ده كده وانا بضغط الكليك نفسها. طب قال لي كمان في حاجه ممكن اضيفها في الاوبجكت ستيت في الفيزيت، ان انا لو فعلا انا يعني اول مره يظهر معايا الباتون ده هيظهر باللون النورمال العادي، اللون الاخضر بتاعه. طب لو اتزار بقى، لو انا زرته قبل كده او لو انا ضغطت عليه كليك يتغير لونه، يعني تاني مره ما يظهرش معايا باللون الاخضر،
يظهر معايا كأنه انا زرته قبل كده، يعني ضغطت على الباتون ده قبل كده. عارفين مثلا لو انا دخلت عملت سيرش في جوجل عن اي لينك، اول مرة بيبقى باللون الازرق، باللون الازرق. لو انا زرت اللينك ده قبل كده بيتغير من اللون الازرق، بيتغير للون تاني. هي دي معنى الفيزيت، معنى الزيارة، ان انا زرت الباتون ده قبل كده فتغير اللون بتاعه من اللون النورمال، من اللون الطبيعي للون الايه الفيزيت. اقدر ان انا اضيف الفيزيت ازاي؟ من علامة الزائد، علامة الزائد اقدر ان انا اضيف له الفيزيتد واضغط على اوكي. ده كده اتضاف معايا هنا في النورمال ورول اوفر والداون الفيزيتد. لما يتزار بقى يبقى لونه شكله عامل ازاي؟ اقدر برضو ان انا اغير من الاديت، اغير له اللون لاي لون انا مثلا خليها اللون ده واضغط على اوكي. تعالي نعمل خلينا from this slide مش هتبين الكليك اللي هنا، فهنعملها من بروجكت، من الاول، من بداية المشروع، من بداية المشروع. بس لازم عشان اقدر ان انا اوصل لاخر سلايد عندي هطلع لاول سلايد خالص واكتب واعمل مثلا شيب، زي مثلا ممكن ان انا اوصل فيه للسلايد، مثلا السلايد الاخيرة، اخر سلايد عندي، واحولها لباتون عشان توصلني للسلايد رقم 23. جامب تو سلايد، سلايد 23. تمام. بروجكت، هضغط بس عشان اوصل للسلايد الاخيرة بالشكل ده. ده كده النورمال بتاعه ظهر معايا باللون الاخضر، الرول اوفر ظهر معايا باللون الازرق، وانا بضغط الكليك ظهر معايا باللون ده. كده وصلني للسلايد الاولى. طب المفروض بقى ان انا دلوقتي لما اروح له تاني يتغير لونه من اللون الاخضر للون اللي انا عملته الفيزيتد، لون الفيزيتد. طب هي ما اتحولتش معايا لسه باللون الاخضر ليه؟ نقفل الكلوز ونيجي هنا لما نختار، نرجع للسلايد الاخيره. حاجه مهمه جدا، لما اجي هنا في السلايد الاخيره واقف على الباتون ده واختار الفيزيتد، لازم اعلم علامه صح قدام، لازم اضغط على retain state on slide revisit. معناها ان انت احتفظ لي بالحاجه دي في كل السلايدات اللي هيتم زيارتها. لازم. تعالوا نعمل تاني بروجكت من البدايه واضغط على الاخيره دي اول مره اللون الاخضر، هضغط، هرجع اضغط تاني. شايفين اللون اتغير الطبيعي، اللون النورمال اتغير من الاخضر للون ده. ده الرول اوفر، ده الكليك اللون الاحمر، وارجع تاني للاخيره وهكذا. ده كده الايه، حافظ لي على اللون بتاع الريفيزيت لما علمت علامه صح قدام الايه الريتيرن ستيت اون سلايد ريفيزيت. كده احنا خدنا ايه مع بعض؟ خدنا الماستر سلايد، وخدنا ازاي ان انا احول اي ايمج اخليها كباتون، زائد كمان ان انا اقدر ان انا اتحكم في الاوبجكت ستيت، اقدر اتحكم في الاوبجكت ستيت سواء كان في النورمال، كان في الرول اوفر، كان في الداون، كان في الفيزيت. في حاجه كمان ممكن ان انا نقدر نضيفها كفكره في الاوبجكت ستيت، احنا خدناها قبل كده، في ان انا اقدر ان انا ادخل جوه اي شيب، اي شكل من الستيت فيو، واقدر ان انا اتحكم في الستيتس دي من جوه عن طريق ايه؟ عن طريق الباتون من بره. في فكره سريعه كده ممكن اقولها، بس يعني انا برضو يعني هقول الطريقه بتاعتها تتعمل ازاي ونبتدي نوظفها صح داخل الشغل بتاعنا. هنمسح الصوره دي، زي ممكن مثلا نضيف 3 بوتون كده سريعا، او خليها بوتونين بس. عايزه لما اضغط على البوتون ده يظهر لي مثلا تكست معين، او يظهر لي صوره معينه. ممكن نقول مثلا صندوق الادوات، خلينا نقول صندوق الادوات، وخلينا ناخده كوبي، كنترول سي كنترول في،
ممكن نقول بدل الكلمة دي نقول مثلا الفورم اللي هو النموذج، ونضيف شيب تاني. ده اللي المفروض يظهر فيه لما اضغط مثلا على صندوق الادوات. انا عايزة كلام مثلا يظهر هنا في الجزء ده ويختفي، يتشال الكلام ده ويتحط مكانه كلام تاني لما اضغط مثلا على النموذج يظهر معايا في الجزء ده، او لما اضغط هنا يظهر لي صورة، ولما اضغط هنا تختفي الصورة اللي كانت موجودة هنا وتظهر صورة تانية. ده ممكن اخليه بدون تعبئة خالص، ممكن نخليه بنفس اللون مثلا بتاع الباك جراوند، ونخلي بدون بوردر، هيكون بالشكل ده. الاوباسيتي بتاعته مثلا 0، مفيش اوباسيتي خالص. طب هو لسه ظاهر الاطار بتاعه، فبدل ما لونه اسود ممكن نخليه برضو باللون الابيض، يبقى كده ولا كأن في حاجة ظاهرة معايا هنا. ده كده كأن الستيت فاضي، سوري، كأن السلايد فاضية ما فيهاش غير الاتنين باتون دول. عايزة اعمل ايه بقى؟ عايزة ادخل جوه الشيب ده، من الستيت فيو، هسيب دي نورمال، دي الطبيعي، ده الطبيعي اللي هيظهر معايا على السلايد في الاول خالص، واضيف ستيت تانية واسميها مثلا ستيت 2 واعمل اوكي، واضيف ستيت كمان واسميها ستيت 3 واعمل اوكي. في الستيت دي هضيف صورة خاصة مثلا بصندوق الادوات. فين الادوات؟ اهو، تمام، هحطها كليك بره، هحطها هنا في الشكل ده. او بدل يبقى نص، يعني بدل الصورة هنا ممكن اضيف نص، ممكن اضيف تكست. خلينا مثلا برضو نضيف تكست واقول صندوق الادوات مثلا عبارة عن كذا. هعرفكم بس الفكرة اللي انا اقصدها. ده كده في الستيت رقم 2. في الستيت رقم 3 هضيف صورة خاصة بالنموذج بالفورم، واقول برضو ممكن اضيف له تكست. ممكن ناخد ده من هنا كوبي ونضيفه هنا بيست. تمام كده. نخرج بره الستيت دي، ستيت صندوق الادوات، هحول الشيب دوت لباتون، هحوله لباتون. هنا بقى احوله لباتون، اعمل ايه؟ عايزه اقول له change state of، غير لي الستيت البيضه دي اللي هي النورمال العاديه دي، غيرها لي لايه؟ غيرها لي change state of. اغيرها لايه؟ هنا نخلي بالنا ان هو ظاهر معايا سمارت شيب 141 و 145. عشان كده كنت بقول ان اي شيب انزله او اي باتون انزله اروح مغيره المسمى بتاعه من فوق، علشان ما اجيش اتلخبط هو كان رقمه كان ايه اللي رقمه. هو هنا يقصد سمارت شيب 141 اللي هو السمارت شيب اللي هو ده اللي موجود معايا. لا، انا مش عايزه سمارت شيب 141، انا عايزه اللي هو 145 اللي هو ايه؟ اللي هو الستيت اللي انا حطاه هنا. حتى انا لو وقفت عليه هنا هيظهر معايا ان ده السمارت شيب اللي هو كان رقمه 145. هرجع تاني على الباتون الخاص بصندوق الادوات، على الاكشن، اقول له ايوه انا عايزه ان انا اغير الستيت اللي هو بتاع 145. اغيره بايه بقى؟ اغيره من النورمال للستيت رقم 2 واشيل علامه الصح من قدام continue. طب التاني اللي هو النموذج هحوله لباتون، من الاكشن هغير الستيت بتاعتي change state of
ل145 اللي هو يقصد بيها الشيب اللي كان هنا للستيت رقم 3 واشيل علامة الصح من قدام كونتينيو. تعالي نعمل بروجكت. هروح للسلايد الأخيرة. زي ما احنا شايفين دلوقتي انا ظاهر معايا 2 باتون، صندوق الادوات والنموذج، وهنا مفيش اي حاجه ظاهره، السلايد كلها فاضيه. اول ما اضغط على صندوق الادوات تظهر معايا الصوره اللي انا كنت حطاها والكلام اللي انا عايزاه يظهر على الصوره. ده اسمه ايه؟ ده اللي اسمه الستيت فيو. لما اضغط على النموذج هتتشال الحاجه دي وتظهر مكانها الصوره اللي انا كنت حطاها والكلام اللي انا حطاه، وابتدي ان انا اظهر الحاجه اللي انا عايزاها عن طريق ان انا بغير الستيت اللي هنا، عن طريق ان انا بغير الستيت اللي موجود هنا. طب نخلي بالنا هنا ان انا عند الباتون ده السهم ما بيتغيرش. اقدر ان انا اغير الحاجات دي ازاي؟ تعالي نرجع هنا، نقف عند الباتون اللي انا عايزاه، ان انا اظهر الهاند بتاعت الماوس. يعني لما اجي عند الباتون ده تظهر الهاند بتاعتي. زائد ان انا لو عايزه الصوت بتاعي ان انا اضغط على الباتون ده دبل كليك، اضغط عليه دبل كليك ولا كليكايه واحده. الحاجات دي طبعا من هنا. طب disabled click sound، مش عايزه يكون في صوت وانا بضغط على الباتون، يبقى اشيل disabled، اعطل الصوت من هنا. تمام كده. دي كانت عبارة عن فكرة للأكشن الخاص بالتشينج ستيت اوف، ان انا اغير الستيت الخاصة بالشيب ده. نحاول نوظفها بفكرة تتناسب مع البروجكت اللي احنا شغالين عليه. اخر حاجة هناخدها في سيكشن النهاردة ان شاء الله، وحاجة مهمة جدا جدا نحاول نركز فيها مع بعض. انا دلوقتي عندي في السلايد رقم 2 ظاهر معايا المديول الاول والمديول الثاني. يعني متاح قدام الطالب ان هو يدخل على المديول الاول ويتعرف على المكونات اللي موجوده فيه، اللي هي المبررات والاهداف والكلام ده كله، ويقدر ان هو ينتقل للمديول الثاني ويدخل يشوف ايه اللي فيه. انا دلوقتي عايزه اعمل ان المديول الثاني ده يختفي، ما يبقاش ظاهر معاه خالص. اللي ظاهر معاه في شاشه المديولات هو المديول الاول، ومطالب ان الطالب يمر بيه المديول الاول كامل ويخلصه، وبناء على النتيجة اللي هيجيبها في الاختبار البعدي اللي هي زي ما كنا محددينها مع بعض أكبر من 80%، يتنقل للمديول التاني، ويظهر بقى في الحالة دي المديول التاني في الشاشة دي. تاني أنا محتاجة دلوقتي إن أنا المديول التاني ده ما يكونش ظاهر معاه من الأول، أمال يظهر إمتى؟ يظهر لما الطالب يحل الاختبار البعدي، يخلص كل مكونات المديول الأول ويدرسها ويخش على الاختبار البعدي ويحله، وبناء على النسبة اللي هيجيبها لو جاب مثلا نسبة أكبر من 80% يقدر يتنقل للمديول التاني ويخش على شاشة المديولات يلاقي المديول التاني ظهر معاه. طب طول ما هو في الاختبار البعدي نسبة أقل من 80%، لا، المديول التاني مش هيظهر. معناها لا، انت لسه اقل من النسبة المطلوبة، اتفضل ادرس المديول الاول تاني، ارجع ادرسه تاني، وارجع ادخل على الاختبار البعدي وجيب نسبة اكبر من 80% عشان يتفتح لك او يظهر لك المديول التاني. نعمل ده ازاي؟ نركز بقى مع بعض عشان الجزئية دي مهمة جدا. اول حاجة علشان اخفي المديول التاني وما يكونش ظاهر معايا من البداية، هقف على الشيب الخاص بالمديول التاني. هو طبعا نركز هو اسمه ايه؟ اسمه سمارت شيب 122. هعمل ايه؟ هضغط على علامة العين اللي موجودة جنب الاسم اللي هي مكتوب عليها اللي اسمها visible in output. ده كده معناها ان هو مرئي. ده معناه ان هو ظاهر، الشيب اللي انا محدده ده هيكون ظاهر معايا في الاوتبوت، في المخرج بتاعي، وانا بعمل له بريفيو، ظاهر معايا بره، ظاهر معايا وانا بعمل ببلش. طب انا لو ضغطت عليها هيتعمل على شرطة حمراء كده على العين، ده معناها ان هي not visible، ما بقاش ظاهر عندي في الاوتبوت، بس لسه ظاهر عندي في التصميم عادي. هو ظاهر معايا هنا في التصميم لكن مش ظاهر بره. تعالي نعمل بروجكت كده ونشوفها ظاهرة معايا في المديولات ولا لا.
نضغط على المديولات هنلاقي المديول الاول بس هو اللي ظاهر معايا. يدخل على المديول الاول يبتدي يدرس ايه المكونات بتاعه المديول الاول. لو رجعت تاني على شاشة المديولات هلاقي المديول الاول بس هو اللي ظاهر. امتى يظهر المديول التاني؟ امتى يظهر المديول التاني؟ لما الطالب يخش على الاختبار البعدي ويأدي الاختبار البعدي، وبناء على النسبة لو جابها اكبر من 80% يرجع لشاشة المديولات يلاقي المديول التاني ظهر معايا. يبقى انا اول خطوة عملتها، اول حاجة عملتها ان انا اخفيت المديول التاني من الايه؟ من شاشة المديولات. اخفيته ازاي؟ من علامة الفيزابل اللي موجودة جنب الايه؟ المربع بتاع الاسم. اخفيته من ايه؟ من علامة العين اللي موجودة جنب المربع بتاع الاسم. دي اول حاجة. طب ازاي بقى اخليه يظهر؟ ازاي اخليه يظهر؟ قال لي ان انا دلوقتي انا ايه الحاجة اللي هتخليه يظهر؟ ان هو يخلص دراسة المديول الاول. ان هو لما يخلص دراسة المديول الاول ده عن طريق اخر حاجة في الاختبار البعدي تظهر له المديول التاني. قال لي يبقى لازم ان انا اعمل متغير variable للمديول الاولاني. اعمل له متغير ازاي؟ قال لي من قائمة project بضغط على variable المتغيرات. انا ايه اللي هيخلي المديول التاني يظهر؟ لما الطالب يخلص دراسة المديول الاول يبقى هعمل متغير للمديول الاول. هعمله ازاي؟ من قائمة project من قائمة project هعمل ايه؟ هضغط على variable المتغيرات. دول المتغيرين اللي عندي، دول كانوا اصلا البرنامج نفسه مصممهم. طب عشان انا اعمل متغير جديد هضغط على add new. طب ابتدي ان انا اكتب، اسمي بقى. هو متغير انا بسميه اي اسم، بس لازم طبعا تبقى التسمية انجلش. التسمية ما ينفعش فيها مسافات ولا اي رموز خالص، غير مسموح به بالاندرسكور فقط، زائد كمان مسموح بالارقام. طب انا هسميه علشان افتكر الاسم بتاعه، هسميه lesson 1. بعد ما سميته lesson 1 اعمل سيف. اول ما بضغط على سيف بينزل معايا تحت هنا. يبقى انا كده عملت متغير للمديول الاولاني باسم lesson 1. واضغط على close. الخطوة الثالثة، يبقى الخطوة الاولى ان انا خفيت المديول الثاني من السلايد الخاصة بالمديولات. الخطوة الثانية ان انا عملت متغير للمديول الاولاني. الخطوة رقم 3 بقى المفروض ان انا اعمل ايه؟ اعمل اكشن بقى، اعمل حدث. اقول له فيه لو المديول الاول خلص معايا، اظهر لي المديول التاني. اعمل الكلام ده ازاي؟ من project advanced action. في حد شاطر دلوقتي يقول لي ان الشاشة دي ظهرت معايا قبل كده. الشاشة دي انا جبتها منين؟ الشاشة دي ظهرت معايا امتى قبل كده؟ ظهرت معايا من الادفانسد اكشن الخاصة بالبري تيست في الاختبار القبلي. بس كانت ظاهرة معايا، كان هو مسمي هنا مسمى افتراضي وانا سبته زي ما هو. يبقى المفروض ان اي حدث او اي اكشن انا هعمله لازم يكون لي اسم عشان اقدر ان انا استدعيه بعد كده. فانا هسمي الاكشن اللي انا هعمله ده اي اسم. برضو هحاول ان انا اسميه اسم يتناسب مع الوظيفة بتاعته علشان افتكره، عشان اعرف اميزه. فانا ممكن اقول ممكن نسمي اسم يتناسب مع الوظيفة بتاعته وما يكونش متعرف عندي ككلمات دلالية داخل البرنامج. يعني ما ينفعش ان انا اسمي مثلا سلايد حاجة متعرفة داخل البرنامج، دي بالنسبة له كلمات دلالية. لازم اسمي متغيرات او اسمي اسماء مختلفة، لان انا لو سميت حاجة متشابهة مع الكلمات الدلالية بتاعت البرنامج هتظهر لي الرسالة اللي بتظهر في الاخر اللي هي بتاعت SWF. دي بيبقى سببها بيقولك ان انت في keywords، في كلمات دلالية داخل البرنامج انت مسمية بيها المتغيرات بتاعتك. فانا مثلا ممكن اقول ان المديول التاني
مثلا انتر عشان اقدر ان انا ادخل على المديول التاني. انا هسمي الحدث بتاعي موديول 2 اندرسكول انتر. طب ايه بقى المطلوب؟ المطلوب ان انا اعمل دالة اف. طب عشان اعمل دالة اف بضغط على conditional tab عشان يضيف لي شرط conditional tab. اول ما ضغطت على فعلت conditional tab ظهر لي دالة الايه؟ دالة الاف. هاجي هنا دبل كليك. اول ما ضغطت دبل كليك ظهر معايا السطر ده. السطر ده انا بقى عايزه اعمل فيه ايه؟ عايزه اختار، يعني هو في حاجتين هنا، في عندي variable يعني متغير، وعندي literal يعني ايه؟ يعني حرفي، يعني حاجه انا هكتبها، هكتب رقم، هكتب حاجه. فانا دلوقتي عايزه اختار ايه؟ عايزه اختار variable، عايزه اختار المتغير اللي انا لسه عاملاه للمديول الاول. فهضغط على variable، هيقول لي دي كلها المتغيرات اللي انت حاجزينها، اللي انتوا حاجزينها داخل الايه؟ داخل البروجكت ده. هنزل لحد الاخر خالص لحد ما اوصل للليسون 1. ليسون 1 اللي انا كاتباها بقول له ايه؟ اف ليسون 1 لو الدرس الاولاني اللي هو اقصد بيه المديول الاول ماله ايه الشرط بتاعك؟ is equal to بيساوي ايه بقى؟ بيساوي متغير، انت هتختاري له متغير، ولا ليتلر انت هتكتبيها؟ لا انا هكتب حاجه، فهختار ليتلر واكتب 1 واضغط على انتر. يعني ايه السطر ده؟ معناه ايه؟ معناه هفهمك. واحد دي هتيجي منين كمان شويه. واحد دي انا بقول له، يعني انا معبره عن كلمه واحد بان ان المديول ده خلص، يعني الطالب درسه وهعرفك واحد ده هحطه فين دلوقتي. معناها ايه؟ معناها ان lesson 1 اللي هو المتغير اللي انا عاملاه للمديول الاول، اللي هو المديول الاول بالنسبه لي is equal to بيساوي 1. بقول له if لو فعلا المديول الاول القيمه بتاعته ساوت 1، ايه الحدث اللي يحصل؟ ايه الاكشن اللي يحصل؟ هضغط هنا دبل كليك. الحدث اللي هيحصل show اظهر لي ايه بقى؟ عايزاك تظهر لي المديول التاني. المديول التاني كان اسمه ايه؟ كان اسمه سمارت شيب 122. قلت لك افتكري ان هو كان 122. الشاشة دي انا عملت فيها ايه؟ انا سميت الاكشن بتاعي، سميت الحدث بتاعي اي اسم يتوافق مع الوظيفة بتاعته، واخترت هنا conditional tab اللي هي الدالة if، وقلت فيها هنا المتغير بتاعي اللي هو lesson 1 is equal to لو بيساوي القيمة 1 show اظهر لي smart shape اللي هو 122. ايه اللي smart shape 122؟ ممكن اغير اصلا smart shape 122 واكتب مثلا مديول 2 اللي هو يقصد بيها ايه هنا؟ يقصد بيها ان هو يظهر لي المديول التاني، واعمل save as action. هيقول لي بالفعل انت حفظتيه بنجاح، اوكي، واعمل كلوز. تمام كده. دي الخطوه رقم 3. الخطوه بقى رقم 4 المهمه جدا، ان انا هقف على السلايد من بره عشان ما يبقاش متحدد معايا اي اوبجكت. انا واقفه على السلايد وهروح لتيبل اكشن، واقول له ان اون انتر، يعني لما ارجع للسلايد دي تاني يحصل عليها اكشن ايه؟ هختار execute advanced action، نفذ لي اكشن معين من الاكشن اللي انا منفذاه، من اللي هي الاحداث المتقدمه. execute advanced action واضغط عليها. هيقول لي دي اللي انت منفذاهم، دي اللي هي الاحداث المتقدمه اللي انت مصمماها. ده اللي هو بتاع الايه؟ البري تيست، ده بتاع البري تيست. لكن انا اللي انا لسه عاملاه دلوقتي اللي هو ايه؟ مديول تو انتر. ده كده معناه ايه اللي انا عملته لحد دلوقتي؟ اول حاجه ان انا خفيت المديول التاني من السلايد الخاصه بالمديولات. تاني حاجه عملتها ان انا عملت متغير للمديول الاولاني باسم lesson 1. بعد كده ابتديت ان انا اعمل لي اكشن، اعمل حدث متقدم. الحدث ده بدالة اف، بقول له لو المديول الاول القيمة بتاعته بتساوي 1، وهعرفك 1 دي دلوقتي هتيجي منين. ان القيمة بتاعته بتساوي 1 يعني معناها ان هو انتهى من دراسة المديول الاولاني،
اظهر لي المديول الايه، اظهر لي المديول التاني. وبعد كده الخطوه اللي بعدها ان انا وقفت على السلايد، جيت في الاكشن بتاعها قلت له بقى المفروض ان هو لما يرجع للسلايد دي تاني اظهر له، تنفذ له الحدث ده. الحدث ده اللي هو ايه؟ اللي انا اظهر له المديول التاني في السلايد دي. ان انا هنا الاكشن اللي انا عملته ايه؟ ان انا لما ارجع للسلايد دي تاني الاقي المديول التاني ظهر معايا. ظهر معايا عن طريق ايه؟ عن execute advanced action، ان انا انفذ الحدث من الاحداث المتقدمه اللي انا لسه مصمماه، اللي هو بتاع ايه؟ اللي هو بتاع المديول تو انتر. نتنقل بقى للخطوه اللي بعدها اللي هعرفه يعني ايه واحد، ايه القيمه واحد اللي انا كتبتها دي بتاعت ايه. هعمل حدث تاني project advanced action من advanced action. طب حد يقول لي هي الاحداث الاكشن اللي احنا لسه مصممينها من شويه هي فين؟ يعني انا لو عايز اعدل على حاجه ارجع لها منين؟ قال لك من exciting action. exciting action ده الحدث الخاص بالبري تيست، ده الحدث الخاص بالبري تيست اللي احنا كنا عاملينه قبل كده. طب الحدث التاني اللي احنا لسه عاملينه اللي هو بتاع المديول التاني، الدخول على المديول التاني. طب عشان بقى عشان اعمل جديد من علامه الايه؟ من علامه الزائد، create a new action. create a new action، اعمل حدث جديد. الحدث الجديد اللي انا هعمله دلوقتي ده هيكون خاص بي ان انا هفهمه يعني ايه واحد، فهمه يعني ايه واحد. ممكن اسمي الحدث ده ب lesson 1 underscore، ما فيش مسافة فبستعوض عن المسافة دي باندرسكور complete. لما المديول الاول انا سميت يعني الاكشن بتاعي ان هي في نهاية المديول الاول، لما اخلص مثلا الليسون 1 او المديول الاولاني، الدرس الاولاني، ايه الاكشن بقى اللي هيحصل هنا؟ هنا هضغط، انا هنا مش عايزة دالة اف، انا عايزه افهمه رقم واحد دي معناها ايه. بيقول لي هنا من الاكشن، من الاحداث، في حاجه اسمها as sign. في حاجه اسمها as sign. يعني ايه as sign؟ يعني تعيين. يعني انا بعين قيمه معينه لمتغير معين، هي اسمها كده as sign. يعني تعيين، بعين ايه بقى؟ فتح لي على طول هنا متغير، المتغير بتاعي lesson 1. يبقى انا هعين قيمة للليسون 1. هنا انا عايزه اختار له variable، لا انا هنا هختار له literal، يعني هحط قيمة معينة اللي هي رقم 1 واضغط على انتر. معناها ان انا لما هنا lesson 1 يبقى القيمة بتاعته 1، انا القيمة بتاعته 1. ايه الحدث اللي يحصل تاني؟ jump to slide، روح للسلايد اللي فيها ايه؟ اللي فيها المديولات، اللي هي السلايد بالنسبة لي رقم 2. السلايد رقم 2 تاني. انا هنا بعين قيمة 1 للليسون الاولاني، وبقول له ان هو الحدث اللي يعمله تاني اللي هو جامب تو سلايد، ان هو ينتقل للايه؟ للسلايد رقم 2. وانا هناك قايله له لو lesson 1 تساوت القيمه 1 اظهر لي الايه؟ الشيب الخاص بالمديول التاني. تعالي نعمل سيف از اكشن، اوكي، وبعد كده كلوز. ايه بقى الخطوه اللي تتعمل بعد كده؟ الخطوة اللي تتعمل بعد كده، هو لحد دلوقتي أنا مش فاهم هو هيفهم منين إن المديول الأول هو خلص دراسته ولا لأ. هيفهم من آخر حاجة في المديول الأولاني، الاختبار البعدي. طب تعالوا نروح كده للاختبار البعدي. لا ده لسه الاختبار القبلي. السلايد الخاصة بالاختبار البعدي اهي، السلايد الخاصة بالاختبار البعدي. السلايد الخاصة بالاختبار البعدي في باتون هنا معين بيضغط عليه للاختبار البعدي، وبعد ما بيخلص الاختبار البعدي بتظهر ليه الشاشة دي. الشاشة دي بناء على الشاشة دي هي اللي هتحدد له ينتقل معايا
يظهر له اصلا المديول التاني ولا ما يظهرش من كلمة continue. بعد ما بيخلص الاختبار البعدي المفروض ان هو بيضغط على continue. استمرار يروح فين؟ انا عايزة بعد ما يضغط على استمرار دي توديه للسلايد رقم 2. السلايد رقم 2 دي اللي هيكون فيها ايه؟ اللي هيكون فيها المديول الاول، والمديول التاني مختفي. عايزة بقى اربطه بالاكشن اللي انا لسه عاملاه، الاكشن الجديد الاخير اللي انا لسه عاملاه، علشان لو فعلا جاوب صح وجاب نسبة 80% يظهر معاه المديول التاني. انا قلت الكونتينيو دي السكشن الخاص بالاختبار البعدي بجيبها منين؟ من edit references، بضغط على الكويز على السهم الصغير اللي جنبها، بضغط على pause or fill. هنا بقى دي كلمة continue اللي بتحدد له هو هيروح فين. بيقولك لو هو نجح، لو هو جاب النسبة اللي انت قايله له عليها، لو نجح جاب النسبة اللي انت قايله عليها يروح فين، ولو فشل في النسبة اللي انت قايله عليها يروح فين. هنا continue دي اربطها بايه؟ execute advanced action. انهي حدث بقى؟ الحدث الخاص بيه lesson 1 complete. هو ده اللي هيحدد لي هو فعلا خلص المديول ده. لو خلص المديول ده، لو هو فعلا جاب نسبة 80% يبقى هو جاب نسبة 1، القيمة بتاعت 1، ونقله للسلايد رقم ايه؟ ننقله للسلايد رقم 2 عشان يظهر فيها المديول التاني. طب لو هو فشل ممكن اقول له جامب تو سلايد، رجعه برضو لجامب تو سلايد، رجعه للسلايد رقم 2، بس في الحالة دي مش هيظهر فيها المديول التاني، هيبقى ظاهر فيها المديول الاول بس. معناها ارجع ذاكر تاني المديول الاول. تعالوا كده نعمل اوكي ونطبقها مع بعض. نعمل بريفيو، نضغط على بروجكت عشان نفهمها اكتر مع بعض. هروح لشاشة المديولات، هلاقي المديول الاول بس اللي ظاهر معايا. هندخل على المديول الاول. المفروض ان الطالب يمر بدراسة المديول الاول كامل، المبررات، ويقرأ دراسة المبررات، بعد كده الاهداف، ثم ينتقل للاختبار القبلي، يضغط على الاختبار القبلي ويأديه. المحتوى، يبتدي يدرس المحتوى، ثم النشاط، وبعد كده الاختبار البعدي. اخر حاجة المفروض يمر بيها الاختبار البعدي، يضغط على الاختبار البعدي ويأدي الاختبار البعدي. انا هنا هأديه مرة صح ومرة غلط عشان اشوف لو صح فعلا هيظهر معايا المديول التاني ولا لا، ولو غلط هيظهر معايا ولا لا. طبعا احنا مكناش كتبنا اسئلة. هنا السؤال نجاوب الاجابة الاولى، نضغط على submit. قال لي احسنت، يعني انا كده جاوبت على السؤال صح. ده السؤال التاني، نجاوب الاجابة الاولى ونضغط على submit. قال لي correct، كده صح، يعني كده انا جاوبت على السؤالين. طبعا انا مش عايزه اشوف الشكل ده في البرمجيه، احنا كاتبين اسئله تتوافق مع المقرر اللي احنا شغالين عليه. هنا برضو لازم نظبط الشعار يكون ظاهر معايا كويس، بدل true او false نكتب سؤال صح وغلط، الحاجات دي كلها، زائد الالوان. هتظهر معايا هنا الكويز ريزلت اللي هي النتيجه بتاعتي في الاخر. انا جاوبت على سؤالين وجاوبت على السؤالين صح، والنسبة اللي أنا جبتها 100%، والمحاولات بتاعتي كانت محاولة واحدة. وقال لي congratulation إن أنا اجتزت الاختبار. المفروض بقى إن أنا لما أضغط على continue دلوقتي يوديني فين؟ أنا رابطة زر continue ده بالحدث التاني. الحدث التاني ده أنا كاتبة فيه حاجتين، إن أنا عينت القيمة رقم 1 للمتغير lesson 1، وقلت له jump to slide ينقلني للسلايد رقم 2. تعال نضغط على continue. المفروض ان هو يوديني للسلايد رقم 2 اللي هي شاشة المديولات، ويظهر لي فيها المديول التاني علشان انا جاوبت صح. تعالوا نقفل البرمجية ونفتحها تاني ونجاوب غلط،
ونروح تاني للسلايد بتاعت المديولات ونشوف هيظهر معايا المديول التاني ولا لا. انا هنا بس عندي دي اسئله المديول سوري الاختبار اللي بعدي. هما كانوا سؤالين، السؤال الاول اللي هو المالتيبل تشويس، دي الاجابه الاولى اللي هي الاجابه الصح، والشريحه اللي بعدها السؤال true أو false، الإجابة برضو الصح بتاعتها الإجابة الأولى. عشان كده احنا جاوبنا الإجابتين الأولى والأولى صح، فاداني إن أنا جاوبت الاختبار صح وظهر معايا المديول التاني. هنجاوبهم بقى غلط المرة دي من بريفيو بروجكت، هنجاوبهم غلط علشان ما يظهرش معايا المديول التاني في الآخر. هنجاوب هنا الإجابة التانية، قال لي أخفقت. هنجاوب برضو السؤال التاني غلط، قال لي incorrect، الإجابة غلط. قال لي هنا sorry you failed، يعني أنت فشلت، جبت 0 من 2 والنسبة بتاعتك 0. لو ضغطت على continue دلوقتي هيرجعني لشاشة المديولات ولسه انا في المديول الاول. ممكن بدل ما يرجعني لشاشة المديولات ممكن اربطه بان هو يرجعني للمحتوى على طول، اشوف المحتوى موجود في انهي سلايد واعمل جامب تو سلايد لشاشة المحتوى. بكده سيكشن النهارده انتهى. الجزئية دي مهمة جدا نطبقها اكتر من مرة، ولو فيها اي حاجة ان شاء الله نتناقش فيها في السيكشن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.